مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج سؤال جريء. حلقتنا لهذه المرة مميزة بحضور ضيف عزيز على قلوبنا جميعا، خادم الرب جناب القمص زكريا بطرس. جناب القمص مرحبا بك. يا مرحب بك وبالمشاهدين الكرام. أشكرك لتكبد عناء السفر والمجيء وتشريفنا في هذه الحلقة جناب القمص. فرحة قلبي ان انا اتقابل معاك ومع جميع المشاهدين في بقاع الارض كلها، احبائي واحباء قلبي. أشكرك. أحبائنا المشاهدين في كل مكان، موضوعنا لهذه الحلقة هو الأصول العلمية لمنهج المدرسة النقدية. وطبعا قبل الخوض في هذا الموضوع كان هناك موضوع تناولته وسائل الإعلام مؤخرا، حادثة تقع لأول مرة في تاريخ مصر. شخص ولد مسلم لأسرة مسلمة وقبل السيد المسيح ورفع دعوى قضائية رسميا لتغيير ديانته في الأوراق الرسمية. اسم هذا الشخص محمد حجازي، الأخ محمد حجازي. هو لا زال في مصر ويعيش حالة صعبة، وبعد خصوصا بعد أن تناولت أجهزة الإعلام قصته ونشرت صورته، وهو الآن يعيش مختبئا، خصوصا بعد أشياء كثيرة وتهديدات إلى غير ذلك، وتخلى عنه حتى محاميه الرسمي ولم تنصفه أي جهة إعلامية رسمية، بل على العكس تم الطعن فيه كشخص وفي نواياه وفي صدق إيمانه. هو الآن معنا على الهاتف. الأخ محمد حجازي مرحبا بك. مرحبا بك يا أخ رشيد. أنا بشكرك وبشكر كل اللي في البرنامج، ونقبل الآية يا أستاذ بونا. يا مرحبتين، أهلا بيك. قلبنا معاك يا بونا. أنا سعيد جدا إن أكون معاك يا أستاذ بونا، لأن أنت بالنسبة لنا كلنا حاجة عظيمة جدا. هم انتقدوني في الإعلام لأني قلت إن أنا بحبك، لكن أنا بعلن أمام الجميع إن أنا بحبك جدا يا بونا. إحنا بنحب المسيح. شكرا جزيلا. امين. طيب السيد محمد حجازي، سؤال يعني ممكن يطرحه اي انسان: لماذا رفعت هذه الدعوة؟ ما كان ممكن تبقى مسيحي معتنق للمسيح في السر من دون ان تعرض نفسك للخطر؟ نعم، انا بعتقد ان كل شيء وقت معلوم تحت الشمس. يعني ليه انا رفعت الدعوة او ليه رفعتها في الوقت ده بالذات؟ يعني كل شيء ليه وقت معلوم تحت الشمس. الرب يسوع المسيح لساننا الاعظم عاش طيلة 30 سنة لم يعلن انه المسيح ابن الله الحي. عاش طيلة 30 سنة الناس بتعامله كمجرد مدعي، لكن لما حان الوقت، لما شاهد ربط الالهية، كان لابد ان يعلنها قدام الجميع، عامة وكهنة وملوك. انا هو. وانا بعتقد ان ده، وانا كواحد من المتنصرين المصريين واللي عددهم يعني يصل لالاف مؤلفة حاليا، وانا اقلهم جميعا، بعتقد ان ده الوقت ان احنا نقول ونتكلم فيه، لان احنا كلنا بنعاني من وسائل التعذيب ومطاردة وتهميش، والدولة ما بتعترفش اصلا ان هناك متنصرين في مصر، مع ان وجودهم حقيقة قطعة. ده من جانب. من جانب تاني انا برفض ان انا اعيش بشخصيتين، او برفض كمان ان انا ابني اللي جاي في الطريق يتولد على عقيدة انا مش مؤمن بيها. انا اتمنى ان انا اربي ابني على عقيدة اللي انا مؤمن بيها، واتمنى ان هو يعيش بشكل طبيعي، لان مشكلة أولاد المتنصرين في مصر مشكلة كبيرة جدا، لأن هم بيعيشوا بشخصيات متذبذبة ومترددة، وأنا ما أقبلش الابن كده. طيب سؤال في نفس السياق: زوجتك أيضا من خلفية إسلامية؟ زوجتي من خلفية إسلامية، وهي كانت اعتنقت في المسيحية قبل ما نتجوز، مش زي ما أشاعوا في الإعلام. وهذا يقودنا الى سؤال ثاني، خصوصا انك ذكرت الاعلام. ما قولك بخصوص كل التهم التي وجهت لك سواء من اشخاص او مؤسسات او جهات اعلاميه، قالوا بانك تسعى الى الشهره، انك تكذب، انك ترغب فقط في الحصول على المال الى اخره من التهم، وانت ادرى بها؟ يعني انا بعتقد ان في كل الدول القمعية موجودة في أبجدياتهم. مجرد ان انت تريد ان انت تعتنق عقيدة، فانت تواجه بكل التهم دي، فانت تبقى مجنون ومختل وباحث عن الشهرة وصهيوني لغيره من الكلام اللي قالوه. في حين ان انت لو كان في واحد مسيحي اسلم ما كانش هيحصل معاه الكلام ده، كان بالعكس كان هتقام ليه الافراح، وكان كل الدولة باجهزتها هتساعده والشيوخ هيساعدوه، فهذا في العكس تماما. يعني
ولكن يعني مش مستغرب انا كل ادوات السب والقذف اللي حصلت في حقي، ولكن ما هو يعني بيثير اسفي جدا ان في اشخاص لجوا ان هم يختلقوا قصص مش صحيحه، وناس تدعي ان هي تعرفني زي ابو اسلام احمد عبد الله ولا جمال اسعد، وانا ليس لي معرفه بيهم اطلاقا، ولم اراهم في الحقيقه ولا اريد ان انا اراهم يعني. طيب ما هي الظروف التي تعيشها الآن أخ محمد حجازي، خصوصا أن الكل يقوم ضدك من حكومة ومجتمع ومؤسسات إعلامية وأفراد، وتعيش يعني ما هي وضعيتك الآن؟ طبعا أنا حتى المحامي يعني الرسمي الذي وكلته عن القضية تخلى عنك. أيوه يعني أنا بعيش في ظروف صعبة جدا طبعا، لأن أنا دلوقتي بواجه ما بين الأمن اللي بيطاردني عشان يقبض عليا بأي طريقة بقاله فترة كبيرة بيطاردني، وما بين المتطرفين اللي برضه حددوني تهديدات كثيرة بالقتل، وما بين عامة المسلمين اللي أي واحد فيهم مستعد يخدم الإسلام بأن هو يقتلني. فأنا مش قادر أتحرك في الشارع، مش قادر أتنقل، وخاصة بعد ما في فتاوى صريحة يعني دمي زي فتوى الشيخ المهدي رئيس الجمعية الشرعية عضو مجمع البحوث الإسلامية اللي قال عليها مرتد يجب قتله وخلف عقابة قانونية. أما بخصوص انسحاب الأستاذ ممدوح، فأنا يعني أنا بقول ربنا يباركوا على وقوفه معايا في القضية لحد كده، ولكن هو الأستاذ ممدوح الحقيقة إن هو اتهدد من الشيخ يوسف البدوي بإنه يكون عليه دعوة لإزواء أديان، وتهدد تهديدات كثيرة بالقتل، فده السبب الحقيقي انسحابه من القضية، وليس كل ما قيل وليس كل ما قالوا أيضا يعني. طيب ما هي الرسالة التي تود أن توصلها إلى جمهورنا من المشاهدين سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين؟ أنا مش هقول الرسالة العظيمة اللي قالها الكتاب المقدس: من سيصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري. لا شيء في الأرض ولا في السماء ولا أي خليقة أخرى يمكنها أن تفصلنا عن محبة الله التي هي في ربنا يسوع المسيح. طيب جناب القمص، قبل أن يعني نغلق مع الأخ محمد حجازي، هل لديك سؤال أو تعليق على الموضوع؟ أنا قلبي وياك يا محمد، والحقيقة محمد العيب ما هوش على حد أبدا في الدولة أبدا ولا ناس. العيب أساسا أخ رشيد كما تعلم وأنت مسلم سابق، العيب هو في صلب الدين الإسلامي الذي يحض على قتل المرتد، والذي يمنع حرية الإنسان، لا يريد حرية لأحد، واللي بيعتبر أن خروج أي واحد من الدين الإسلامي هو عار وسبة والكبرياء والشرف إلى آخره. وبعدين اللي عايز أقوله أن التيار أكبر من أنه هو يقاوم في هذه الأيام. آمين. التيار أكبر من، والمفروض أن الدولة تدي الحريات للأشخاص يعبروا عن رأيهم. هو حر، عايز يبقى مسلم، عايز يبقى مسيحي، عايز يبقى يهودي، عايز يبقى درزي، اللي هو عايزه، لأن الحريات مكفولة بحسب حقوق الإنسان. وفي الحقيقة هذا قمع للمسلمين وليس للمسيحيين. بالظبط، يعني المسلم مقموع وليس له حق في الاختيار. بالظبط كده. وبعدين هو قال كلمة لطيفة: ومن سيفصلني عن محبة المسيح. هو الحقيقة عزيزي الفاضل أن الاضطهاد المسيح سبق فقال لنا عليه. في العالم سيكون لكم ضيق، بس اسمع: ولكن ثقوا أنا